مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بأحسن حال. أول شي هاللوك أنا مسويته يمكن قبل شهر، تقريبا شهر. في هاللوك ما بديت بتثبيت الحواجب، يعني ما استخدمت الجل أول خطوة. أول شي سويت بيس بالشادو، ووحدت لون الجفن مرة واحدة. استخدمت كونسيلر. عند المدمع بستخدم اللون الأبيض الكريمي من باليت 5-in-1 MB، وعيون الموديل تعتبر غايرة. وتقريبا هاللوك بعد كان من ضمن اللوكات اللي عشوائية وبدون تخطيط، يعني هبد. أسوي كونتور للعين من نفس الباليت 5-in-1. وقت تسوون كونتور للعين لازم تعرفون الحد اللي توقفون عنده، يعني الجفن الثابت وينه وقفوا عنده. فرشاة كلاسيك بلندر MB أدمج الكونتور الدمج اللي ما يخليه يختفي، أحتاج هالتحديدة الخفيفة دي. إذا صارت الخطوة صح يصير الميك اب حلو خلاص. أصلا من الحين بتشوفون عينها بدأت تتوسع. فرشاة فلافي فلات أستخدم الدرجة البرونزية من باليت في، أثبت الكونتور اللي سويته لأني ما أبي لون غامق، أبي نفس اللون. أحب شدواتي، مو لأنها شدواتي والله، لأنها ما تطفي لمعة العين الحلوة ولا تبين كأن العين متربة أو فيها حبوب تحت. تشوفوا العين ندية. بحتاج في هالخطوة فرشاة دقيقة نفس هالفرشاة من MB، وأخذ الدرجة الماروني الباهت أحدد فيها نهاية العين. بعد ما حددت نهاية خط رموشها بحدد هالجزء من العين. نستغل هالجزء الخيالي من العين الغايرة. انتم ما تعرفون ايش كثر أحب العيون الغايرة. حددت وخليتها واضح. بعدها أرجع الفرشاة فلافي فلات لأنها أكثر فرشاة أحبها، أخفف فيها حدة الشادو المحدد، يعني أنا أبي محدد بس لازم أخفف من الخط الواضح. فرشاة فلافي فلات بس هذه نظيفة ما فيها أي لون. بختار اللون الأبيض. عشان نتعبنا في تدرج الألوان لازم نستخدم فرشاة صغيرة عشان ما تنحاس الدنيا، ووزع فيها اللون الأبيض. أدري انتم مبدئيا خفتوا من اللون، بس أنا أشوفه كأني حطيت لمبة على هالجزء. الرسامين يعرفون اللون الأبيض شو يسوي. نفس الشيء المدمع من تحت، يعني هالمنطقة كاملة بحط فيها اللون الأبيض. الحين وقت الحواجب. ركزوا على حواجبها الحين وشوفوا التغيير اللي بيصير فيهم بعد استخدام الوحش جل الحواجب MB. شوفوا شلون بتصير. وقت التمشيط والتثبيت وتشكيل الحاجب أنا أفضل تاخذون مناديل وتخففون المسكرة، يعني الفرشاة نفسها تشيلون البرودكت، أو تستخدمون فرشاة ثانية نظيفة بس للتمشيط. أدلع تحت عيونها، أحط لها ماسك MB للعين. عندها حفرة خفيفة وعروق، وتقدرون طبعا تستخدمونه قبل الميك اب أو يومي روتين. أنا أحب أستخدمه أول ما أقوم من النوم مع القهوة، يبرد القلب، يبرد تحت العين. الحين بستخدم هالدرجة من باليت فيت. دايما تطلبون مني أسوي جلتر، وأكيد قلتوا وين الأخضر في الموضوع. تفضلوا الأخضر، بس أخضر بطريقة مختلفة، أخضر ساحر. تتحركون يمين يسار يطلع ألوان. شوفوا الجمال. عادي توزعونه بصبعكم مثل ما أسوي، عادي توزعونه بفرشاة بس تكون شوي منفوشة، ويتغير هاللون حسب القاعدة اللي تحته.
أرتب حواجبها وأعبي الفراغات بعد ما تأكدت إن الجل نشف عشان ما ينحان. أمشط الحاجب وأنفشه شوي وأخفف من حدة الخط اللي رسمته. آي لاينر أمي الأسود، أحدد خط رموشة وأرفع النهاية شوي بس، يعني أخلي ناعم بس في النهاية شويتين بس أرفعه. أرجع الباليت فيب واستخدم هالدرجتين من البني وأظلل فيها هالطرف ليصير هو الوحيد اللي واضح وكل شي مدموج وذايب في بعض. أرجع لنفس اللون الماروني اللي استخدمته في البداية، أحدد فيه مدمع العين وتحت خط رموشها فرشاة دقيقة وحادة. وقبل أنا سويت مدمع ناعم. أحب الألوان المدموجة وأحب شغلي. تحبونه؟ المهم إني حتى المدمع بعد أحط فيه ماروني. كحلت عيونها بماروني. إيه تقدرون تستخدمون مثلا إذا عندكم محدد دارك فليمينج تستخدمون. أنا حطيت تغيرت النظرة وصارت حادة وصارت لوزية أكثر. نشوف الترطيب الجميل اللي سواه. ماسك العين، كونسيلر درجة بانكيك انفي، وأوزعها على الأماكن اللي أبيها تكون منورة، وعلى الأغلب راح يكون فاونديشن. تغطيتها عالية، بواقي العالقة بالفرشاة بخليها فاونديشن. بعد ما وزعت الكونسيلر أرجع لهالفرشاة أدمج. أحب آخر تاتش يكون بهالفرشاة عشان يكون كل شيء مدموج 100% ولا خط واحد. والجبهة خليت جزء منها ما في أي شيء لأنه بحط كونتور أصلا. هذا الكونتور MB اللي إن شاء الله بنشتغل عليه فك عريض ما شاء الله، فبحاول أناعمه وأحاول حتى الجبهة أخليها أصغر شوي. البلشر الكريمي والكونتور أحب أدمجهم فرشاة بافي MB. أسوي كونتور الخشم، دمجت كونتور الخشم. الحين أدمج الكونتور اللي وزعته على الشفايف. تعرفوا ليش أحط على الشفايف شوية لون بني؟ لأن المودلز أغلبهم مسوين توريد أو يحطون تنت فاقع فيخرب لي لون الروج. المهم هذا ديب MB بلشر خرافي. اللي تدور على بلشر لونه أحمر هذا ديب، لأن في ناس ما يناسبهم الوردي فالأحمر يطلع عليهم أحلى. البنات اللي البلشر البينك يصير عليهم رمادي يحطون أول شيء حلو بعدين يقلب، هذا ما راح يقلب. هذا كأنك حاطة رينج في وجهك، كأنه رينج لايت تتمشين فيها. بودرة MB هي درجة واحدة، دائما تسألون درجة واحدة شفافة، أثبت كل شيء فيها. شوية تركيز نشوف الحفرة اللي تحت العين. من تحت نبتدي نوزع البودرة إلى فوق. ما راح تطفي اللمعة الحلوة اللي في البشرة، بس بتخليها صافية، بتقلل من شكل المسام والخطوط اللي في الوجه. أحدد كل شفايفها بمحدد فرابتشينو MB.